سلام سلام حبوباتي، لو بليزيغ بور موا. التدبيرة تاع اليوم اقتصادية 100%، بما أنه سيدنا رمضان على أبواب إن شاء الله. قدر يصبح السعر تاع القارص على 50,000 وأنا شريت الكيلو على 12,000 فقط. يلا معايا نخزنه بطريقة هايلة في الكونجيلاتور. راح نسخن الماء بحيث نقدر نحط يدي تتحمل الحرارة تاعو، ما سخون ما بارد. ونحط نص كاس ملح ونضيف له نص كاس خل. نجيب ملعقة ونخلط المكونات تاعي مليح باش يذوب الملح في الماء وفي الخل. وهذا التدبيرة راح تخلي لكم القارص تاعكم جديد، كي تجبدوه من الكونجيلاتور يبان كل اللي شريتوه لتما فيه الماء كيما نهار الاول. ناخذ حبات القارص تاعي ونحطهم في الماء اللي كنت ذوبت فيه الملح والخل، ونحط الكعبات تاعي كل في هذا البرماء حتى تتعمر كعبة تلو الأخرى. أنا راني شريت 3 كيلو باش نخبيهم كل يوم، ندير حبة في رمضان. نحط الكعبات تاعي ونغطسهم هكا مليح، لازم الماء يلعب عليهم من الفوق. نكمل نحط الحبات وكل في البرمة وفي الماء تاعي هكا، نغطسهم مليح ونقفل عليهم بالغطاء، ويبقاو في البرمة هذيك والماء سخون لمدة 10 دقائق حتى يطراو شوية. بعد 10 دقائق بالضبط راح نجبد الحبات تاعي ونبدأ نمسح بالحبة ونحطها في السلة تاعي. وهذا التدبير راح تحافظ لك على القارص تاعك في الكونجيلاتور كيما راه يبقى بيه بالماء تاعو. تستعمليه في البوراك، تستعمليه مع السلطة. أنا شخصيا نستعمله مع كل شيء. هنا بقات لنا الحبات الأخيرة، راح نكمل نمسحهم مليح، نشفهم من الماء تاعهم ونحطهم في السلة تاعي ونكمل تدبيرة تاعي. أنا كان عندي ديجا في الدار دي ساشي دو سبيسيالمون كونجيلاسيون، راح نحط فيهم حبات القارص تاعي. واللي ما عندوش يقدر يشري دوك لي ساشي كونجيلاسيون السامبل نورمال ويحط فيهم التدبيرة تاعو. هكذا كملت خزنت القارص تاعي كامل هكا، نطبقها ونحطها على بشكل أفقي، نوجدها ونحطها في الكونجيلاتور حتى لسيدنا رمضان. سلام سلام، نحبكم يا البنات، الله في رواحكم وبليزير.